بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم في فيديو جديد ويوم جديد. لأول مرة تشوفوا قناتي ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد أنا بعمله. النهاردة بقى جاي لكم كده بروتين في المطبخ، مش قادرة أقول لكم المطبخ عامل ازاي. يعني هو حلو لا يرثى له. أولا ما كانش عندي صابون، ما كنتش قادرة انزل صراحة ان انا اجيب، ومرتين اقول لجوزي وينسى ويجيب، وهو يعني جه مرتين اقول له وينزل ويجي بالليل ناسي. المهم ان هو جاب لي، فقلت بقى ايه، قلت لا. كان عندي، بس عندي حاجات بسيطة، ان هو يا دوبك ان انا اغسل الطبقين اللي انا بتغدى فيهم، لكن كان عندي مواعين يعني حلوة على البوتاجاز. تمام. وكانت الارض بقى متبهدله كده، ومكنتش قادره صراحه اعمل حاجه فيه، فقلت النهارده استعين بالله كده واصلي على النبي واقوم بشوف اللي ورايا. اول حاجه كده شلت الدواسه اللي هي قدام التلاجة، واللي هي نفسها قدام المطبخ كده، نفضتها، شلت الدواسات اللي هي كانت في المطبخ. انا بفرش اللي هي الحافظه اللي هي التقيله دي على الدواسة، لان انا وانا واقفة على الحوض المية بتنزل على الدواسة، فقلت ايه يعني تحميها شوية. نظمت بقى المواعين اول حاجة، وكنت مطلعة للغدا وراك، بس طلع ان انا مطلعه حاجة تانية غير الوراك. المهم حطيتها في التلاجة، ورحت طلعت الوراك، حطيت عليهم شوية مية كده بالكيسة بتاعتها، ان هو كان الكيسة لازق عليها، وقلت ايه تفك بقى هشيل الكيسة من عليها، انا كده كده بشيل الفراخ غسلها في التلاجة. المهم نظمت كده بقى المواعين، ولو كان في كان في اعزكم الله زبالة برضو كده في الحوض، برضو لميتها الاول، شطفت المواعين كده كويس. هنزل بقى كل حاجة كده، حتى المجات اللي هي بتاعت الشوربة اللي موجودة على العلاقة دي نزلتها، غسلتها. غسلت المطبقية دي بجد، يعني انتي هي بتحطي فيها المواعين، بتنشف المواعين وكده، يعني تصفى عليها المواعين، بس والله المواعين ما بتشال منها، يعني تفضلي تحطي مواعين على مواعين على مواعين. بكسل ان انا افضل اشيل في الدولاب واوطي كده يعني. المهم لميت بقى كل حاجة كده على جنب، وهبتدي ان انا انظم الدنيا. وكان في مواعين كمان على الحوض اللي هي الحلل والكلام ده، انا كنت منضفاها من اللي كان فيها، ويا دوبك بس ان هي هتتغسل. فضيت بقى كل اللي كان على الحوض. طقم البهارات ده كده برضو نزلته على طول. طقم البهارات برضو يعني بيتوسخ مني عشان هو جنب البوتاجاز، واوحش حاجة في المطبخ عندي ان المطبخ صغير. انا كنت يعني بتمنى المطبخ على طول يكون صغير، ان انا ما بحبش المطبخ اصلا، بس يعني ربنا استجاب مني. بس انا دلوقتي يعني صراحة ندمانة، نفسي في مطبخ كبير. قلت لكم في فيديو قبل كده ان في حاجات كتيرة من حاجتي شايلاها، مش مستمتعة بيها. وكمان المكان ما بيكون واسع بيكون احسن بكتير. المهم بقى فضيت الصابون كده وزودته، وحطيت كمان في المطبقية دي كده شوية كلور. برضو بيبقى فيها اللي هو مكان السلك والكلام ده، قلت برضو يعني ايه اطهرها واعقمها كده عشان المواعين تتحط فيها على نظافة. مسكت بقى الاسبونشة كده، برضو الاسبونشة نضيفة وجديدة، لسه مطلعاها، وطلعت اللي هو السلك اللي كنت برضو جايبة، السلك اللي هو الألمونيا ده. مسكت بقى الرخامة كده، دعكتها كده كويس بالسيراميك تحت المطبقية وكده، وفتحت بقى المية على الرخامة وابتدى ونشفتها. اروح بقى اغسل المطبقية، انا كنت نقع فيها كلور، وكمان حطيت في البانيو اللي هو بتاع الغسل المواعين، حطيت شوية كلور. الكلور برضو قلت اعقم الكوبايات اللي انا يعني كنت شاربة فيها والصحون وكده. وكمان ساعات بقى ايه بيبقى فيه زيق اسمر كده حوالين الكوبايات، مطرح مثلا ما بنشرب شاي والكلام ده، فالكلور بيشيل كل الكلام ده. زمان كنا
يعني في بيت والدتي كنا بننزل كل اللي موجود في المطبقية، وكنت بنقع الصحون والكوبايات كده في مية بكلور لمدة مثلا نص ساعة، وبعد كده بقى كنت اقوم اغسلهم. كان بجد الكوبايات والصحون بترجع كده تبرق تاني، لان احنا هناك كنا بنشرب شاي كتير، فالشاي بيصبغ، بينزل الصبغة بتاعته في الكوبايات، فبتبقى حلوة قوي. المهم بقى غسلت كمان الرخامة، ونزلت كل اللي موجود كده بقى على في العلاقة دي، كل اللي هي المجات بتاعت الشوربة والكلام ده. غسلت بقى كده برضو الخلاط بتاع الحنفية المية، برضو غسلته كده، غسلت برضو مكان مجات الشوربة. تمام، وهغسلهم بقى، وهرجع بقى ايه اعلقهم تاني. بيتبهدلوا برضو مني ان انا على طول فاتحه شباك المطبخ، فبيدخل لي تراب. بس ايه يعني انا ما اقدرش اقفل شباك المطبخ، يعني انا قافله السلك بس، لكن فاتحه اللي هو الازاز ده للتهويه بس، لان انا قافله الشقه كلها، فسايبه بس شباك المطبخ والحمام تهويه للشقه مش اكتر. تمام، خلصت بقى كده، كان المواعين كانوا ياما، خلصتهم بقى كده كلهم. وجبت بقى المواعين كمان اللي هي اللي كانت على البوتاجاز، برضو غسلتها. الكاتل برضو غسلته، كان متبهدل خالص. بغسله بالخل، بغلي فيه ميه كده بالخل، حسيتش ان هو بينضف معايا، فالمرة دي غسلته كده بالسلكة والصابون وشوية كلور كده من جوه، فنضف ولمع معايا، بس سايباه برضو ايه بينشف. انا بقى الورقة دي نضيفة على البوتاجاز، ما فيهاش اي حاجة، بس هو يا دوبك كنت بعمل شربات وكده، فنقط شوية على عين الورقة. فصراحة استخسرت ان اشيلها، يعني ما بلاهاش اسبوع على البوتاجاز، فروحت غسلتها كده بالسلكة. وح وهنشف البوتاجاز، والبوتاجاز كان معايا نضيف من فوق. انا كنت برضو لسه ما كنتش معاكم يعني عاملاه، بس كنت عامله فيه شغل حلو قوي. رحت بقى صراحة اتغدى كده، حضرت الغدا، عملت صينية بطاطس وحمرت فراخ وركين كده على قدنا. بس هنا بقى كده بعد الغدا بقى قلت اشيل الصحون اللي كانت في المطبقية والكلام ده، قلت اشيلها، والكروانات والحاجات اللي انا كنت غسلاها. رحت بقى رصيتها كده في مكانها، قلت بالمره افضي المطبقيه، بدل ما اكون حاجات عليا ملهاش اي ايه لازمه، وبتبقى المطبخ بيبقى الرخامه تحس ان هي زحمه بتوجع عيني، يعني الزحمه دي بجد بتوجع عيني. فشلت بقى كل حاجه كده مكانها، شلت الصحون مكانها فوق في المطبقيه، والكوبايات البولات نضفتها تاني. وكمان بالمره قلت اغسل الصحون اللي انا كنا متغديين فيهم، ومليت برضو الازايز اللي هي كانت عايزه تتملى. دلوقتي ما بحطهاش في التلاجة، بحطها كده على على الحوض. وبرضو الجوانتي ده كان برضو متبهدل معايا كده، غسلته. بس خلصت بقى اللي ورايا كده، وهروح بقى اشوف المطبخ. عايزه اعمل الجنب اللي هو كان جنب البوتاجاز، عملته. مسحت الفرن، كنت جايبه بطاطا، وللاسف معرفش ايه اللي جرالي، حطيت البطاطا في الفرن، وانا يا دوبك قاعده على السرير فنمت، فقمت على ريحة شياط والله العظيم. وكنت كمان حاطة بنجر على النار، معرفش ايه يعني الغفوة ان انا نمت ازاي، انا معرفش. فغصب عني نمت، والحاجة دي في النار، قمت لقيت البنجر بجد ناشف من كتر ما هو عايز كان مية، نشف واتحرق. والبطاطا كمان اتحرقت في الفرن، فرميتهم. فالفرن برضو باظ، فطلعت الصاج بتاع الفرن، غسلته كويس جدا ونشفته، وغسلت الفرن من جوه، نشفت الفرن، مسحت الفرن من جوه. ومسحت البوتاجاز برضو، ازاز البوتاجاز من بره ومن جوه. هنا بقى جنب البوتاجاز لما بقى لي حاجه بيتبهدل، انا يعني بص على طول ايدي فيه، بس برضو زياده تاكيد كده مسكت برضو شويه كلور كده بالسلك، وبدات ان انا ادعكه، خليته زي الفل. ماشي، هنا بقى كبيت صابون وكلور كده في الارض، ومسكت المكنسه وفضلت ادعك، وكبيت ميه في الارض عشان هدخل التربو جوه، مش هخليه، انا كنت حطاه جنب الرخامه هنا، فانا مش هحطه جوه، مش عايزاه جوه جنب الرخامه، هحطه جوه هنا جنب النيش بتاع المطبخ.
نشفت بقى كده الارض من ناحيته، وهدخل النيش تاني كده. هدخل قصدي التربو مكانه، ومسحت التربو من فوق ومن تحت، وبحط عليه الكتل. والحاجة دي مش عايزة يعني في الصيف الحاجة بتاعت البصل والبطاطس والكلام ده بتتبهدل مني وبتبوظ مني في المطبخ، لكن في الشتاء يعني الجو دافي شوية فبتستحمل، فمش عايزة احط حاجة في البلكونة دلوقتي. نظمت بقى الدنيا كده. رحت بقى كمان على ذرة في المطبخ الأرامونتال، غسلت بقى كده، غسلتهم كده بالسلكة، وهبتدي ان انا هنشفهم بفوطة نضيفة. ما كبتش ميه على أرامونتال عشان ايه، بخاف برضو ان هي حاجة مفصلات تصدي او الكلام ده. ومسحت المجرى بتاع الحوض. نظمت برضو الحلل جوه والبولات البلاستيك. فضيت البرطمانات بتاعت المخلل، حطيتها في علب كده بتاعت التخزين بتاعت التلاجة، حطيتها في التلاجة. رحت بقى اللي هي برضو الحتة دي اللي هي جنب الرخامة دي اللي كنت احط فيها الغسالة اول الجواز، بس الغسالة ساعتها يعني اكلت الجو، يعني اكلت الحتة مني، فما كنتش هعرف لا اعدي ولا ادخل ولا، فحطيتها عشان كده حطيتها في البلكونة. برضو غسلتها، بحط بقى مكانها كده الباسكت. اما بيبقى في ايدي حاجة، لما بتبقى في ايدي حاجة ابتدى بحطها في الباسكت. هنا بقى دعكت كده الارضية، وتحت البوتاجاز، تحت الدولاب. والدولاب احلى حاجة ان هو محطوط كده زي على عجل او رجول، فتحت الارض بشوف يعني لو في حاجة بقدر ان انا اشوفها، احسن ما يكون لازق كله الارض. عملت بقى كده بالمساحة، وجريت المية على الحمام، وجبت كمان مية كده بشوية معطر، ونشفت الارض كويس جدا. تحت البوتاجاز برضو قلت لو تحت الدولاب تحت البوتاجاز قلت لو في حاجة، ونشفت الارض. وسيبها بقى، سبتها تنشف خالص. وهروح برضو امسح قدام التلاجة. وهجيب بقى صراحة مرضتش افرش الدواسة دلوقتي قدام التلاجة، قلت افرش حاجات كده معينة. يعني فرشت مثلا الحافظة دي، وحطيت بس الدواسات بتاعة المطبخ، مش هحط عليها حاجة. كده كده بقى ان شاء الله داخل علينا ايام كريمة، في كل ده هيتشال ويتغسل باذن الله. فهم نضاف، مفهومش اي حاجة. فقلت مش مشكلة، يعني دي حاجات صغيرة هقدر ان انا اغسلها. شديت بقى كده الستارة. كمان مسحت معاكم، ما يعني جبتهاش معاكم، مسحت كمان الدولاب بتاع الخزين، مسحت النيش، نظمت الادراج، كل ده انا عملته. هنا بقى بصوا المطبخ كان ايه رأيكم؟ في الاول كان شكله، يعني انا كنت بقول استعوذوا بالله، والله العظيم اكتر حاجه بتضايقني المواعين اللي في المطبخ ده. بس انا دلوقتي كده يعني مرتاحه الحمد لله، مش عايزه اخش بقى اعمل فيه حاجه، ان انا لما بدخل اعمل فيه حاجه يعني صراحه بحس ان انا ببهدله. نظمت بقى كمان الحاجه تحت كده، نظمت البولات يعني كل حاجه حطيتها كده في مكانها. مسحت كمان النيش، نظمت الحاجات، كنت مطلعه كاسات وحاجات برضو شلتها مكانها. بس هنا بقى كده وصلنا لنهاية الفيديو، وقولوا لي ايه رأيكم. اشوفكم بقى في فيديو جديد، استودعكم الله في امان الله، مع السلامة.